اهلا 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 بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده جديد جدا واول مره نعمله مع بعض على القناه، علشان هو تحدي اسبوع كامل من الاكل الكوري. يعني انا قعدت طول الاسبوع اطبخ وصفات كوريه شفتها على التيك توك واجربها معاكم، ونشوف كده خلال الاسبوع ده انا ايه اللي جرالي. انا اكلت الاسبوع كله اكل كوري، فاستاهل منكم لايك وسبسكرايب. تعالوا اقول لكم ايه الوصفات اللي انا جربتها وايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. يلا بينا. اول وصفة معانا هي وصفة الرامن الكوري، ودي من اشهر الوصفات الكورية بصراحة، وشكلها لذيذ قوي قوي وفيها نودلز، فبما ان فيها نودلز فان شاء الله تعجبني وهتطلع حلوة. ده الصوص بتاعها كده مميز، وهو اكتر حاجة مميزة فيه. جبت لها نودلز مخصوص من قلب كوريا نفسها. نودلز كده شكلها ابن ناس، مش العادية بتاعتنا، تحسوا ان هي ملفوفة لفة هدايا كده، بس في الاخر يعني هي طعمها نودلز برضو. بتتسلق في ميه وملح عادي جدا جدا، بس بتتسلق بسرعه قوي، يعني هي ما بتاخدش اي وقت، على طول تلاقوها طريت وبقت شوي كده او بتمضغ شويه. فيمكن طعمها عجبني بصراحه. فمش غاليه كمان. اوكي. بعد كده هنعمل صوص علشان البيضه اللي بتتحط فوق الرامن دي، فبنحط شويه صويا صوص في اي حاجه كده تكون غويطه تاخد البيضه. وبنسلق بيضه عاديه جدا جدا، وبنحط على الصويا صوص دي شويه خل رز او ممكن خل عادي، ونبتدي كده نقلب البيضه. بس انا لقيت ان هي مش غطسانه في الطبق ده، فنقلتها في كوبايه وبنسيبها بقى كده على جنب. زودتها ميه وسبتها على جنب علشان البيضه المفروض يبقى لونها بني. هل ده اثر في الطعم ولا لا؟ هنشوف في الاخر. اوكي. بس بتحطوا كمان شويه سكر. اوكي. بس بعدين هنجيب طاسه على النار علشان نعمل الصوص بقى. هنحط معلقه بينات باتر، وانا ببص كده علشان هنا الفيديو شغال قدامي. وهحط كمان معلقه من صلصه اللي هي الصلصه الحمراء بتاعه الكوريين دي، وشويه صويا صوص، ونقلبهم كده مع بعض. اوكي. وبعدين هنحط حبه من خل الرز زي ما انتم شايفين كده في الصوره. وهنبتدي نقلب كل ده مع بعضه، ونحط كمان عليهم شويه شوربه. اوكي. الشوربه بقى المفروض ان هي تخلي كله يدوب كده مع بعضه، ويكون متجانس ويبقى حاجه واحده. ودي يعني كانت شوربة فراخ عادية جدا. بعد كده هنحط بعدين حليب الصويا عليها ونقلبها مع بعض علشان يديها كده شوية لون فاتح، ويبقى اللون شبه اللي كان في الفيديو. وانا مشيت على نفس الخطوات على فكرة اللي كانت في الفيديو الاولاني اللي انتوا شفتوه، اللي انا جايباه من على التيك توك. يعني انا ماشية على خطواتهم كما يقول الكتاب. وصرفت وكلفت. فابتديت ازود بس في اللبن الصويا ده او حليب الصويا ده علشان يدي نفس اللون. وبعدين المفروض ان احنا بنجيب الفجل ده ونسلقه كده، هو ملوش اي ريسيبي غير ان هو بيبقى طلع مسلوق بيتحط على جنب الطبق. بعدين هنجيب حته توم وجنزبيل، بس انا ما كانش عندي جنزبيل فريش فحطيت باودر، وشويه زيت سمسم، ونبتدي نحمر كده التوم شويه في الزيت. في نفس الطاسة على فكرة، انا كنت بطلع الحاجة واحط حاجة تانية، فهو كله بيتعمل في طاسة واحدة. تحسوا ان هي خطواتها كتير بس هي كانت سهلة جدا. وكان عندي شوية لحمة مفرومة اوريدي متعصجة، وممكن تحطوا اللحمة من الاول تكون نية يعني، بس انا دي كانت عندي يعني. وحطيت عليها طبعا شوية صويا صوص علشان تديها اللون اللي احنا شفناه في الفيديو، والشكل اللي هو تحسوا ان هي لحمة محروقة بس هي بتبقى طعمها فظيع. هتشوفوا. وكمان حطيت عليها شوية صويا تانية، دي صويا سويت صويا صوص، بتبقى شوية مسكرة علشان تديها غمقان وطعم أحلى. دي ما كانتش في الفيديو بس أنا زودتها. اوكي عشان اكون صريحة معاكم. بس واديتها كده تسخينة على النار سريعة. بس طبعا لو اللحمة نية بنسيبها شوية على النار لحد ما اللحمة تستوي، لكن انا ما سبتهاش كتير، بس مجرد ما سخنتها كده علشان كنت مطلعاها من التلاجة، وحطيت عليها بس على طول المكونات دي وسخنتها. بعد كده شلت اللحمة من الطاسة، وفي نفس الطاسة بالظبط رحت حاطة تاني النودلز او المكرونة اللي احنا الصينية دي اللي احنا كنا سلقينها. وابتديت بس كده الففها في الطاسة علشان تاخد الطعم اللي باقي من اللحمة وتبقى طعمها حلو، متبقاش مسلوقة قوي، لان خلاص اصلا الخطوات خلصت واحنا هنبتدي نركب الطبق على بعضه. وده كان شكل البيضة بعد ما دلقت الصوص اللي عليها، بقى شكلها بني وشكلها حلو قوي الصراحة. وجبت الصوص اللي احنا عملناه اللي هو بالبينات باتر ده، وحطيته مع الشوربة وحطيته في الطبق عشان نبتدي بقى نقدم الطبق ونعمله نفس الشكل اللي كان في الفيديو بإذن الله ان شاء الله كده ربنا ينصرنا. حطيت النودلز جوه الطبق اللي هو شوربة على صوص ده. صراحة الصوص ده يعني كان حكاية، يعني مش قادرة اقول لكم، بس انتوا هتشوفوني دلوقتي وانا بدوق. وبعدين دي اللحمة المفرومة تتحط على جنب. تقدروا تعملوا بقى من الطبق ده زي ما انتوا عايزين. انا شايفاه طبق نودلز عادي، بس ان هو
next level يعني. أنتِ عايزة تدوقي طعم بقى كوري وحاجات كده كأنِك في مطعم، فجربيه، أوكي؟ هو ما بياخدش شوية مجهود، بس يعني إحنا بنعمل مكرونة باللحمة المفرومة بالصلصة، إحنا هنعمل هنا مكرونة بصوص تاني خالص وباللحمة المفرومة برضه. البتاع ده اتسلق وبعدين رُحت قاطعاه نصين وحطيته كده عشان يبقى شبه الطبق بالضبط، وبعدين جبت البيضة اللي بقت لونها بني دي وقسمتها وبرضه حطيتها، آمم عشان نوصل لنفس الشكل بتاع الفيديو تمامًا يعني. فحسيت إن هو الموضوع كده محتاج شوية تزيين زي الفيديو، فحطيت شوية بصل أخضر، وفي الآخر خالص حطينا رشة سمسم. وتعالوا بقى كده نتأمل شكل الطبق. بصوا طلع زي الفيديو بالظبط، بجد انا برافو عليا، حسيت ان انا شطوره جدا جدا خلال الاسبوع ده، لان انا كنت بطلع نفس الشكل. ودلوقتي وانا شكلي وانا بدوق، فانا طالعه لكم دلوقتي بمنظرين ما تتخضوش، هنا في اضاءه وهناك انا كنت قاعده على ضوء التلفزيون، فالطعم كان عاجبني جدا جدا. اتبسطت بالطبق ده قوي قوي. انا باكل وجبه اساسيه واحده في اليوم، فدي كانت الوجبه الاساسيه بتاعتي خلال اليوم. بصراحة كانت حكاية، وممكن عادي جدًا أعملها تاني. استمتعت بيها وأنا باعملها، واستمتعت بيها وأنا باكلها، ما عدا حاجة واحدة في الطبق ده ما انصحكوش أبدًا إن أنتم تجربوها، هتشوفوني دلوقتي وأنا باكلها وباتأزم. الحاجة دي، هذا الشيء كأنِك سالقة خس وبتاكليه. أنا حاولت أدّي له فرصة و2 و3، بصراحة حاجة بشعة وطعمها استغفر الله العظيم يا رب، فأنا أكيد هاعمل الطبق ده تاني بس مش هاعمل دي. تعالوا بقى نشوف الوصفة اللي بعديها. اليوم اللي بعد كده بقى أنا شُفت الوصفة دي وحسيت إن أنا هاتجنن. هي الdumpling شبه اللي بتطلع كده في كونغ فو باندا، عارفين بتطلع في أفلام الكرتون بتبُظ منها شوربة. تعالوا كده نحضّرها. أول حاجة حضّرت الحاجات اللي بتتحط في الحشوة، كانت بصل أخضر، وفي هنا خطوة ما اتصورتش، بس إحنا بنجيب شوربة فراخ وبنحط عليها جيلاتين علشان نحطها في التلاجة شوية علشان تبقى شبه الjelly كده، وهي دي المفروض اللي بتسيح جوّه الdumpling وتبُظ منها، أوكي. وبعدين بنجيب فراخ مفرومة، أوكي، يعني صدر فرخة ونفرمه وناخد منه جزء كده ونحطه على الشوربة دي. وهنا أنا حطيت بصل وحطيت فلفل وتوم. حطوا بقى اعملوا الحشوة زي ما انتوا عايزين، بس هو أهم مكونات فيها هي الفراخ المفرومة دي أو الدجاج المفروم والبصل الأخضر، وطبعا الشوربة اللي معمولة بالجيلاتين علشان تديكوا السوب دامبلينج دي اللي هي بتبظ في شوربة في الآخر. الوصفة دي كانت مغرية قوي وكانت بتطلع لي في كل مكان. وبصراحة أسهل حاجة فيها هي تحضير الحشوة، فأنا حطيت المكونات كلها على بعضها كده زي ما انتم شايفين. وطبعا بتحطوا ملح وصويا زي ما انتم شايفين كده علشان تعملوا الحدوقية بتاعتها أو الملوحة بتاعتها. وبنقلب كل الحاجات دي مع بعض. ومفروض ان هو في الفيديو بيعملوا هم عجينة الدمبلينج بنفسهم، بس انا يعني مش هوصل لمرحلة ان انا اعجن، يعني حاسة ان دي مرحلة بعيدة اوي عليا، فجبت العجينة جاهزة. وده كان شكلها. جبتها من المحلات اللي هي بتبيع اكل كوري وصيني وكده. وبصراحة جيت لما هي المفروض تتحط في الفريزر وبتطلعوها قبليها عشان تفك، فانا مطلعاها قبليها، بس حسيت ان الحواف بتاعتها ناشفة، فدي حاجة ما كانتش في الفيديو. المفروض بنحط الحشوة ونبتدي بقى نقفلها قفلة الدمبلينج دي اللي انا عانيت عشان اقفلها، في الاخر بقيت اكعور وادي لعور. فالمفروض ان احنا بنيجي نقفلها كده تتقفل، بس بصراحة هي جت تقفلها كده ما كانتش بتتقفل على بعضها، لان اطراف العجينة شوية نشفت، يمكن عشان هي مش عجينة فريش او عجينه مجمده. فالحاجه ام الاختراع عملتها عملتها معامله السمبوسه، وجبت لها ميه بنشا كده وابتديت احاول اقفل الاطراف بتاعتها واعملها زي الدمبلينج نفس الطريقه اللي انا شفتها في الفيديو. بصراحه ما كنتش بروفيشنال ابدا في اللف، فمش هصور لكم موضوع اللف ده، بس انا قعدت اكعور كده واكشكش في العجينه واقفلها، المهم ما يبقاش فيها اي فتحات. بعد كده حبيت اعملها معامله السمبوسه اكتر. او السمبوسك. فجبت شويه لحمه مفرومه كانوا موجودين عندي وحشيت كده واحدتين تلاتة علشان اشوف الشكل هيكون عامل ازاي لو محشيه باللحمه المفرومه، او الطعم هيكون عامل ازاي لو احنا يعني العجينه دي جبناها ومش عارفين نعمل فيها ايه. ممكن نحط فيها لحمه مفرومه ونعملها معامله السمبوسك عادي جدا عادي جدا، ما بتقولش لا. حسيت نفسي ان انا يعني very professional و very كوريانش. وهتشوفوا الاشكال اللي انا عملتها دلوقتي. صورة الدنانير ده. ده شكل مشهور جدا عندهم، وده الشكل العادي التقليدي اللي هو كده زي المروحة. وفي شكل تاني كده بيبقى مكشكش فوق بعض، وده الشكل التالت. دول التلات اشكال من الدمبلينج تقريبا انا عملتهم التلاتة، يعني برافو عليا، سقفولي سقفولي. وبعدين بقى نيجي نسويها. فالمفروض بنحط شوية زيت في طاسة سخنة على النار، ونبتدي ننزل عليها بالدمبلينج كده علشان نديها تشويحة الاول، او نديها لون علشان تكون طعمها حلو. واديتها كده لون من تحت،
وبعدين بنجيب مَيّة مغلية علشان نحطها عليها، ونبتدي بقى نسوي بقية العجينة وبقية الحشوة بالبخار، لإن ما ننساش إنه الدجاج اللي جوّه مش مستوي. فحطيت عليها شوية مَيّة وغطيتها وسِبتها تستوي بالبخار. دي طريقة معروفة جدًا، جدًا في تسوية الdumpling. ده كان شكلها، حسيتها نفشت أوي، وحسيتها ما فيش جواها ولا شوربة ولا نيلة، وحسيتها كده يعني مبططة، مش زي اللي كانت في الفيديو أوي بصراحة. فطريقة التسوية دي ما عجبتنيش، بس هاجرب طريقة تانية هاوريها لكم بعدين في الفيديو. وهنا كنت بادوق، فانتوا دلوقتي شايفيني بمنظرين، ما تتخضوش. المفروض بتتاكل كده بصويا صوص وتاكلوها كده على طول. فحطيت شوية صويا صوص في الطبق، وكمان اديت لها رشة سمسم ودقتها. بصراحة تعبتني جدًا، الوصفة دي خدت وقت طويل أوي، أوي. أنا باحاول أديها فرصة دلوقتي وأنا باكلها، وعمالة أقول أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟ أنا إزاي قعدت الوقت ده كله باعمل في العجينة المحشية فراخ دي؟ بجد حاجة وحشة أوي، كان الواحد يعمل فطير أحسن له. ف يعني هي طعمها مش وحش، بس برضه مش حلو، فمش هاعملها تاني. حاولت هنا أجرب طريقة تسوية تانية، قُلت يمكن العيب فيّا، المفروض إن إحنا ناكلها ببُز شوربة، أوكي. فعملتها على البخار بقى تمامًا من غير تشويح ومن غير زيت خالص، علشان تفضل الشوربة جواها. المفروض إن إحنا نيجي ناكلها تفرقع شوربة، ما عملتش أي حاجة. تعالوا بقى نشوف الوصفة اللي بعديها. دي الوصفة اللي بعديها اللي هي اسمها تبوكي، فظيعة، أوكي. الفيديو ده كان مغري أوي، أوي. فرُحت جبت الرايس كيكس اللي هي بتستخدم أصلًا في الوصفة دي، والعجينة الحمرا دي أنا ما أعرفش اسمها إيه، بس هي دي اللي هي بتاعة الكوريين، وبتستخدم في كل وصفاتهم، بتبقى حراقة أوي. وطبعًا صويا صوص، والصويا صوص الفاتحة والغامقة عندي الاتنين. وأول حاجة بنسلق الرايس كيكس دي زيها زي الباستا أو المكرونة. أنا باحبها وجربتها قبل كده، الرايس كيكس دي كنت باستخدمها على طول. بس أنا جايباها مخصوص عشان الأسبوع الكوري ده والتحدي ده يكمل على خير. ابتديت الأول أسلقها في مَيّة، بتتسلق ما بتاخدش وقت. والمفروض إن إحنا بنحط معلقة من الصلصة الحارة دي، بس المفروض المعلقة أكبر من كده، بس أنا ما اقدرش آكل حراق أوي، أو ما باحبش الحراق أوي، فحطيت بس كده معلقة صغيرة علشان ندّي شوية لون. وبصراحة يعني عملت كده حركة غبية شوية، إن أنا ما خدتش بالي إن المفروض نقلّب الصوص ده الأول في مَيّة برّه وبعدين نحطه، فحطيته بقى فخد وقت كبير أوي في التقليب. بعد كده حطيت صويا صوص والرايس سيرب ده، أو ممكن تحطوا سكر بداله أو عسل، هو حاجة مسكرة بس السكر بتاعها مش عالي أوي. والمفروض بقى إحنا بنسيبها تغلي كده على النار لحد ما الصوص ده يتقل ويبتدي يكون شكله وقوامه زي اللي في الفيديو الأولاني اللي إحنا شُفناه. المفروض إن هي جات رشّت في الآخر جبنة، بس أنا ما كانش عندي جبنة بتترش، كان عندي جبنة متقطعة موتزاريلا عادي بس متقطعة، وحطيتها، وأول ما حطيتها كلكعت ولمِّت على بعضها. فكنت باحاول أفردها وأفركشها. كان ممكن ما احطش جبنة، بس يعني مين ما يحبش يحط جبنة على أي حاجة؟ أنا باحب الجبنة على أي حاجة. فحاولت كده أفتّحها من بعضها، بس بصراحة لو أنتِ عندِك جبنة اللي هي مبشورة دي تترش يكون أحسن، لإن دي كلكعت زي ما أنتم شايفين كده، بس برضه كان طعمها حلو. هي الجبنة طعمها حلو في كل الأشكال والأحوال. والصوص زي ما أنتم شايفينه كده معايا ابتدى يتقل، بس أنا باحاول أفتح الجبنة من بعضها. بس الصوص ابتدى يتقل وابتدى يدينا الشكل بتاع الفيديو. الوصفة دي بقى سريعة، لو أنتِ جعانة هتتبسطي أوي منها. ما جربتيش الأكل الكوري خالص وعايزة تجربي وصفة واحدة، جربي دي. فجبت الدمبلينج اللي إحنا لسه كنا مسويينها على البخار دي وحطيتها، وحطيت معاها بيضة مسلوقة عادي بقى من غير ما ننقعها ونعملها، لأنه بصراحة النقع ده ما فادش في الطعم في حاجة. وحطيت كده بقى شوية زينة، يعني بصل أخضر، شوية سمسم، زينوا بقى براحتكم. بس الوصفة دي كانت حلوة وطعمها حلو وسريعة، ومن أحلى الوصفات خلال الأسبوع بصراحة. دي يعني أنا هارجع أعملها تاني لأنها سهلة جدًا، جدًا، وما بتاخدش أي وقت خالص. أنا يعني كأنِك بتعملي إندومي، فاهمة؟ سريعة أوي، أوي. وده كان شكل الطبق، شكله زي الفيديو والّا لأ؟ هي في الفيديو بس كانت حاطة جبنة أكتر من كده. ودلوقتي شكلي وأنا بادوق، وأنا عاملة الضفيرتين وبادوق. الوصفة دي أنصحكم لو أنتم هتجربوا حاجة واحدة بس من الفيديو، جربوا الوصفة دي، خطيرة، تجنن. ودلوقتي وأنا بادوقها ومستمتعة. أنا عايزة بقى أوصف لكم طعم الرايس كيكس دي، لأن لو حد ما جربهاش قبل كده، هي طعمها بتمضغ، أوكي. يعني كأنك بتاكلي، عارفة، مارشميلو بس حادق. ما اعرفش اوصفها ازاي، بس هي حاجه شوي قوي بتمضغ جدا، جدا، قوامها غريب. فانت هتحسي انت بتاكلي حاجه غريبه، وبتحسي ان هي جديده عليكي، وفي نفس الوقت طعمها حلو. والصوص بتاعها عشان تحسي ان انا جوعت دلوقتي. الصوص بتاعها عشان حراق، فتحسوا ان هو ادمان شويه، يعني حاجه كريفنج جدا، وكل ما بفتكر طعم الصوص بتاعها ببقى عايزه اعملها تاني. حبيتها قوي، 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 وانصحكم تجربوها، وانصحكم تعيدوا وتزيدوا فيها. اما الدمبلينج دي حتى لما حطيتها في الستيم وعملتها على الستيم،
دي مستحيل اعملها تاني لان هي بتاخد وقت ومجهود وطعمها عادي. فالدمبلينج انا اديتها فرصه واتنين، وطريقه تسويه مره واتنين، بس بصراحه خذلتني. لكن الرايس كيكس تحفه. اوكي، نيجي بقى على الوصفه اللي بعد كده. الوصفه دي او ماي جاد، او ماي جاد، بتطلع في كل مكان، مغرية جدا، وهي مكون واحد. اوكي، هي مكونها حاجة واحدة بس، هو الفطر الانوكي ده، اسمه انوكي، هو نوع من انواع المشروم بس صغنن كده وعامل شبه العصيان. اوكي، لقيتها سهلة قوي قوي، ولقيت عندي المكونات، فكانت دي الوجبة بتاعتي لليوم ده. اول حاجة بنجيبها، بنقطع الجذور زي ما انتوا شفتوا كده، وبعدين بنبتدي نقطعها شرايح ونغسلها طبعا الاول، ونروح على الطاسة. مفيش اسهل من كده. حطيت شويه زيت سمسم في الطاسه ووزعتها كويس، وبعدين بنبتدي نديها تشويحه او نديها لون، علشان يكون لونها يتحول من الابيض اللي انتوا شايفينه ده للون الذهبي، او لون شويه كده جولد يعني. فهنستعجلوش عليها. وبعدين برضو هنجيب نفس اللي هو معجون الصلصه ده، بس انا عشان اخف الحراره شويه حطيت شويه كاتشب وشويه منه، هو بيكون حراق على مسكر، فالكاتشب قريب منه قوي. وطبعا هنحط عليها شويه صويا صوص، وهنحط كمان اللي هو السيرب بتاع الرايس سيرب ده، اللي هو برضو ممكن البديل بتاعه السكر او العسل ده، او ده عادي جدا، ما بيفرقش في الطعم في حاجه. وطبعا هنحط شويه ميه علشان نخف الصوص ده، ونقلبه كده علشان يكون يعني خفيف شويه، لان هو هيتحط على النار لسه ويتقل، فخفوه على قد ما تقدروا او زي ما تحبوا يعني. الوصفه دي بقى سهله وسريعه، ولو حد عايز كده حاجه في نص اليوم كده يعني نقنق فيها وتكون كوريه، وشفتوا المشروم ده في حته، جربوا الوصفه دي هتعجبكم قوي قوي، ومدخل حلو للاكل الكوري. اوكي، زي ما انتم شايفين كده لونها بقى بني او شويه محمر. بعدين هننزل بالصوص اللي احنا لسه عاملينه عليها، وهنسيب بقى الصوص يشرب كده، المشروم قصدي يشرب من الصوص. اسمه انوكي مشروم. اوكي، انا لسه متعلمه جديد ففرحانه بالكلمه. وهنحط عليها الصوص ونسيبها مع بعض كده تتقل ويتشرب شويه من الصوص ده. وكده بعد حوالي 5 دقايق كان الصوص تقل وشكله زي الفيديو بالظبط. فهنبتدي ناكله. هنا ما قدمتش على طول، انا اكلت في الطاسه. حطيت عليها شويه سمسم، المفروض بترش عليها سمسم وتدوق. وهنا يعني عجبني جدا 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 النوكي مشروم ده. حسيته ان هو طعمه غريب. انا كنت متوقعه ان هو يديني طعم المشروم على فكره، بس ده بيشد كده، يعني تحس ان هو فيه شده كده غريبه، فطعمه غريب. هو مش طعمه مشروم، فما تفتكروش ان هو مشروم هيبقى طعمه مشروم. وانا ابني جه حب يدوق العمله دي، فقعدت انفخ له فيها كتير لان انا كنت باكلها سخنه مولعه، ومسكها علشان يدوقها. وبصراحه عجبته قوي، واداكوا دلوقتي هو الريفيو. قمر. وبس كده حلوين. ده كان تحدي الاسبوع الكامل من الاكل الكوري. اكتبوا لي تحت في الكومنت ايه اكتر وصفه عجبتكم، وتحبونا نعمل تحديات ايه جديده. وما تنسوش قبل ما تطلعوا في الفيديو تعملوا لي لايك، وكمان دوس سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.